ومن زحمة المنامة الحيوية لميناء خليفة مرة ثانية، سياح جدد من نفس الباخرة قرروا أنهم يتعرفون بشكل غير عن الأماكن في البحرين. هالجولة تنطلق من ميناء خليفة وصولا إلى مزرعة الجمال وبعدين مسجد الفاتح وتنتهي في باب البحرين. في مزرعة الجمال يتعرف السياح على تراث البحرين الأصيل وتاريخه، وش كثر حافظت المملكة على تراثها المندمج مع الحداثة. أما في مسجد الفاتح فيتعرف السياح على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وفي باب البحرين ياخذ السياح مجالهم وعندهم كامل الحرية في التسوق والتجول في سوق المنامة العريق. الأرقام العالمية تشير إلى أن السائح الواحد يصرف بمعدل 100 إلى 150 دولار في كل بلد، وهاي كلها طبعا خلال 7 ساعات يقعدون فيها في الدولة الواحدة. خطط كثيرة لتنشيط السياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أما التركيز على كل موارد السياحة فهو أمر مهم، والأهم منه طبعا الانطباع الجميل اللي بتترك طيبتها للبحرين وأصالتها المندمجة مع حداثتها عند هالسياح.